حبايب قلبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اهلا بيكم في قناة المستر في مادة الدراسات الاجتماعية. معاكم الاستاذ ابانوب سعد فرج، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية والاعدادية. احنا خدنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات يعني ادوات تحديد الموقع، وعرفنا ان المادة اللي احنا بندرسها حاليا دي مادة دخلت علينا جديد، هي والعلوم ومهارات فنية وتكنولوجيا، يعني تكنولوجيا ومهارات فنية ودراسات ومهارات مهنية. واحنا اصلا كنا اوريدي بندرس انجليش وبندرس عربي وبندرس حساب، وعرفنا اول درس اللي هو ادوات تحديد الموقع، وخدنا الخريطة وخدنا الصورة، وعرفنا ان الخريطة التعريف بتاعها، تعال نراجع الدرس على السريع، هي رسم توضيحي. يبقى الخريطة دي ايه؟ رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام الرموز والالوان ومقياس رسم ومحدد. وعرفنا ان الخريطة لها 5 عناصر. عرفنا عنوان الخريطة اللي هو بيوضح المعلومات او الموضوع بتاع الخريطة، زي الخريطة اللي قدامنا ديت اللي بيقول لك العنوان بتاعها بعض المدن المصرية، يعني دي خريطة مصر واللي جواها بعض المدن المصرية زي الاسكندرية، القاهرة، مرسى مطروح. ده بالنسبة لعنوان الخريطة اللي هو أول عنصر. وتاني عنصر خدناه هو مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة بيحدد لنا أو بيوضح مدلول ومعنى الرموز والألوان الموجودة جوه الخريطة دي. يعني عشان ما تلخبطش بين عنوان الخريطة ومفتاح الخريطة، مفتاح الخريطة بيحدد المعلومات اللي بتبقى جوه الخريطة اللي هي واردة في الخريطة، لكن مفتاح الخريطة بيقول لنا المدلول اللي موجود جوه الخريطة، في الرموز اللي جوه الخريطة. يعني عنوان الخريطة مش بيذكر الرموز والألوان اللي جوه الخريطة، لكن مفتاح الخريطة بيذكر لنا الرموز والألوان اللي جوه الخريطة. ازاي؟ طيب أنا أعرف، شفت النقطة الحمراء دي كاتبها لك في المربع، نفس النقطة الحمراء ولكن كاتب لك قدامها هي عاصمة مصر. يعني عاصمة مصر ايه؟ القاهرة. طب ماشي، النقط السوداء دي، ادي نقطة سوداء ايه؟ النقط السوداء اللي هي دي النقط السوداء دي ايه؟ بيقول لك هي بعض المدن المصرية زي اسيوط، زي الغردقة، زي مرسى مطروح، الاسكندرية، المحلة الكبرى، بورسعيد، دي كلها مدن مصرية. طب الخط الازرق ده بيشير لايه؟ اللون الازرق بيشير للنهر اللي هو النيل، نهر النيل الطويل ده. واللون الازرق اللي هو الكبير ده، اللون الازرق ده بيشير للبحار، ده البحر الاحمر وده البحر المتوسط. ده بالنسبه لمفتاح الخريطه. وخدنا تالت حاجه معانا مقياس الرسم، وعرفنا ان مقياس الرسم بيوضح النسبة بين المسافة اللي على الخريطة ديت وبين المسافة اللي على الطبيعة او على الحقيقة. يعني مش معقول ان مصر كلها تكون موجودة في الخريطة دي بس، لا دي مصر كبيرة. فاحنا هو عامل لك مربع صغير تحت اهو لو انت شايفه. المربع دوت بيقول لك فيه ان كل سنتي، اهو المربع ده، ان كل سنتي واحد بس كده على الخريطة، يعني بين القاهرة وبين اسيوط 4 سنتي، فكل سنتي واحد بيساوي كام؟ بيساوي 100 كيلو متر مربع. فاحنا عشان نعرف المساحة بين القاهرة واسيوط، مثلا لو جبنا المسطرة وقسناها هنلاقيها 4 سنتي. 4 سنتي في 100 كيلو متر مربع هيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا 400 كيلو متر مربع. يبقى دي مساحة، هي دي المسافة اللي بين مين؟ بين القاهرة وأسيوط. ده مثال، وهناخد أمثلة كتير في الحل. بعد كده خدنا وردة البوصلة، وعرفنا ايه اللي بتحدد الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. وردة البوصلة هي دي اللي قدامنا، هي دي وردة البوصلة. ووردة البوصلة بتشير لإيه؟ وردة البوصلة زي اللي قدامنا دي، اللي هي من فوق شمال، من تحت جنوب، عندنا من على اليمين شرق، ومن على ايديك الشمال غرب. يبقى شمال، جنوب، شرق، غرب، دي الاتجاهات الأصلية. الاتجاهات الفرعية قلنا من الشمال للشرق يبقى شمال شرقي، من الشمال للغرب يبقى شمال غربي، من الجنوب للشرق يبقى جنوب شرقي، من الجنوب للغرب يبقى جنوب غربي. ومقياس الرسم احنا خدناه، يبقى قاعد بس شبكة خطوط الطول ودوائر العرض، وديت بتوضح لنا
او بتساعد على تحديد مواقع الاماكن بدقه. عايزين نعرف هي خطوط الطول ودوائر العرض تترسم ازاي؟ يا عم الحلو، خطوط الطول بتكون بالطول، خطوط الطول بتكون ايه؟ بالطول، زي كده ادي خط 2 3 دي خطوط طول. طب دوائر العرض يعني عمودية اهو زي العمود اهو، لكن خطوط الطول دوائر العرض بتكون ازاي؟ زي الدائرة اهو، ادي دائرة 2 3 دي دوائر عرض، دي كلها دوائر ايه؟ دوائر عرض. يعني دوائر العرض بتكون ايه؟ بتكون دائرية. ازاي؟ طيب تعال نشوفها اوضح. هتلاقيها اوضح هنا اهو في شكل الكرة الارضية اهو، دي خطوط الطول اهو عمودية اهي، لكن دوائر العرض اهي اهو زي الدائرة. تمام. وادي الاتجاهات الاصلية اللي هي الشمال والشرق والغرب والجنوب. تمام. وعرفنا اهمية الخريطة في حياتنا. اهميتها ايه الخريطة في حياتنا؟ اللي هي بتحدد للفلاح ملكية الاراضي الزراعية، وبتعمل ايه تاني؟ وللجيش بتحدد المواقع الحربية، والسائح بيحدد بيها الاماكن السياحية والاثرية، والقبطان والطيار بيحدد بيها المواقع الاماكن اللي هو رايحها، والتلميذ بيذاكر بيها دروسه. طب الصور تاني جزء معانا في الدرس بتاعنا هو الصور، وعرفنا ان الصور بتحدد مواقع الاماكن، وكمان بنرسم بيها خرائط بدقة. خدنا نوعين من الصور، صور جوية وصور فضائية، وقلنا ان الصور الجوية مالها يا عم؟ الصور الجوية قلنا الصور الجوية بتلتقط عن طريق الطائرات. ادي الطيارة دي طيارة بتصور مدينة كاملة، بتصور ايه؟ مدينة كاملة. طب اما دي ايه؟ ده قمر صناعي، الاقمار الصناعية بيصور الكرة الارضية كلها. لو انا جيت قلت لك انهي واحدة اتصور اكتر، يعني الصور الجوية هي اللي تصور مكان كبير، ولا الصور الفضائية هي اللي تصور مكان كبير؟ بالعجل كده الصور الفضائية، عشان الصور الفضائية بتصور الكوكب كله، لكن الصور الجوية بيصور مدينة صغيرة جدا. طب انهي واحدة هنستفاد من ان احنا نعمل منها خرائط دقيقة وواضحة؟ هنستفاد من الصور الجوية اكتر من الصور الفضائية. لو جينا قارنا بين الاتنين، هنقول ان الاتنين دول من ادوات تحديد الموقع، هما اللي هو الصور الجوية والصور الفضائية، الاتنين دول من ادوات تحديد الموقع. ولكن الفرق بينهم ان الصور الجوية بتتصور عن طريق الطائرات، ولكن الصور الفضائية بتتصور عن طريق ايه؟ الاقمار الصناعية. والصور الجوية بنرسم بها خرائط دقيقة، ولكن الصور الفضائية مش بنرسم بها خرائط، مش يعني بنرسم بها خرائط بس مش دقيقة جدا. لكن الافضل ان احنا نعمل بها ايه؟ نصور بها اكبر عدد من المواقع. ليه بقى؟ لانها تدور حول الارض. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا وعرفنا اهم المعلومات فيه. خدنا كام دقيقة؟ خدنا 8 دقايق في اللي احنا نشرح الدرس. عايزين نخلص بسرعة عشان نحل الأسئلة. حلو. هنحل الأسئلة. أول نوع من الأسئلة عندنا هناخد كلمة من الكلمات اللي قدامنا دي اللي موجودة دي ونحطها في النقط هنا. أول سؤال بيقول لك رسم توضيح لسطح الأرض أو جزء منه، يبقى ده بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الخريطة، يبقى ناخد الخريطة ونحطها هنا، نكتبها هنا، ناخد الخريطة ونكتبها هنا. طب تاني سؤال، عنصر من العناصر الأساسية لإيه؟ للخريطة، يبقى عنصر من العناصر الأساسية يعني من ال5 عناصر اللي إحنا قلناهم. بيقول لك إيه؟ يوضح مدلول ومعنى الرموز. إيه اللي بيوضح مدلول ومعنى الرموز اللي موجودة على الخريطة؟ هو مفتاح الخريطة. طب السؤال رقم 3، يشير نقط. يشير ايه بقى؟ يشير لمعرفة المعلومات الواردة على الخريطة زي ما احنا قرأناه. ايه هو؟ عنوان الوريدة. عنوان الخريطة وريدة ايه؟ عنوان الخريطة هو اللي بيوضح لينا، بيعرفنا المعلومات الواردة على الخريطة يا عسل انت وهو. طب السؤال رقم 4 خليك انت اللي تحله. يستخدم نقط لمقياس او لحساب المسافة بين المواقع. السؤال ده صعب شوية، أنا اللي هحله. بيستخدم إيه عشان نحسب المسافة بين المواقع؟ بنستخدم مقياس الرسم. مقياس إيه؟ مقياس الرسم. السؤال رقم 5 أنت اللي هتحله يا عسل. يطلق على خطوط الطول ودوائر العرض إيه؟ السؤال ده سهل. إحنا خلصنا مفتاح الخريطة وخلصنا الخريطة وخلصنا مقياس الرسم وخلصنا عنوان الخريطة. يبقى فاضل ايه يا عسل؟ استعبط عليا بقى وقول لي بفضل شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. ما هي اخر واحدة يا عم انت، يبقى دي هي اللي صح، دي الإجابة الصحيحة. ده هنخش على السؤال التاني.
وهو اختر الإجابة الصحيحة. هنختار إجابة من وسط الأسئلة دي والاختيارات دي. السؤال الأول مش علينا في المنهج بتاعنا، ولكن ممكن يجي في امتحان آخر السنة، أنت لازم تعرفه، خليك واد شاطر وتعرفه. أول سؤال بيقول لك دائرة العرض الرئيسية هي دائرة إيه؟ أول ما تشوف السؤال ده على طول هتختار له دائرة الاستواء. 2. تختلف الصور الفضائية. الصور الفضائية دي بتختلف عن الصور الجوية في إيه؟ في إنها تلتقط، يعني تتصور عن طريق إيه؟ الصور الفضائية يا عم إحنا واخدين في الكتاب إن هي بتتصور عن طريق الأقمار الصناعية. طب يستخدم نقط الخريطة في تحديد ملكية الأراضي الزراعية. مين يا ترى اللي بيستخدم الخريطة في إن هو يحدد ملكية الأراضي الزراعية؟ هل السائح؟ لا، ده بيستخدمها عشان السياحة، عشان يعرف هو يزور انهي دولة. الضابط عشان يحدد المواقع الأماكن الحربية، والطالب بيذاكر بيها دروسه. لكن الفلاح هو اللي بيحدد بيها ملكية الأراضي الزراعية. السؤال رقم 4. الجهة التي تقع بين الجنوب والشرق. ايه هي بين الجنوب؟ ادي اهو الخط بتاعنا، هنا شمال، هنا جنوب، هنا شرق، هنا غرب. هو بيقول لك الجهة التي تقع بين الجنوب والشرق هي ايه؟ اللي تقع بين الجنوب والشرق يبقى جنوب شرق. جنوب شرق، يبقى الاختيار ده الصح، جنوب شرق، جنوب شرق اهو ده الاختيار الصح. السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 عشان ما تتوهش معايا. السؤال رقم 5 خلينا نعمل بالقلم الأحمر أفضل شوية، نكبر النقطة. ماشي. السؤال رقم 5 بيقول لك مدلول الألوان على الخريطة يوجد في إيه؟ مدلول الألوان على الخريطة خدناها فوق في الصح وغلط. المدلول بيكون فين؟ بيكون في مفتاح الخريطة. طب رقم 6. الخطوط التي تتخذ شكلا طوليا على الخريطة تسمى الخطوط ايه؟ هل خطوط الطول؟ صح. الخرائط البيانية، لا الكلام ده كله غلط. هي خطوط الطول مش دوائر العرض. لو ما قال لك الخطوط التي تتخذ شكلا طوليا، قلنا ان خطوط الطول هي بتبقى بالطول كده اهو، لكن خطوط العرض بتكون بالعرض كده. تمام؟ بيبقى خطوط الطول الإجابة الصح. رقم 7. كل مما يلي، كل من دول من عناصر الخريطة. احنا قلنا ان هم 5 ما عدا ايه؟ مقياس الرسم من عناصر الخريطة، وردة البوسطة من عناصر الخريطة، مفتاح الخريطة من عناصر الخريطة، الكمبيوتر ليس من عناصر الخريطة. يبقى احنا نختار ايه؟ نختار الكمبيوتر. سؤال رقم 8. تستخدم الخريطة لتحديد نقط. بنستخدم الخريطة لنحدد ايه؟ المواقع المختلفة. يبقى الإجابة رقم الاختيار الأول. 9. تستخدم في تحديد الاتجاهات الأصلية والفرعية على الخريطة. هي ايه ديت؟ احنا قلنا ان وردة البوصلة فيها الاتجاهات الأصلية اللي هم ال4: شمال، جنوب، شرق، غرب، وفيها اتجاهات فرعية اللي هي شمال شرقي، شمال غربي، جنوب غربي، جنوب شرقي. تمام. السؤال رقم 10. عندي رسم محافظة الأقصر في ورقة صغيرة. يبقى احنا نرسم محافظة الأقصر دي في ورقة صغيرة. ازاي يا رب نرسم المحافظة الكبيرة جدا دي في ورقة صغيرة؟ هنستخدم ايه من عناصر الخريطة؟ هل هنستخدم العنوان؟ لا طبعا غلط. العنوان نستخدمه في ايه؟ ما احنا معانا محافظة الأقصر اهو. طب مقياس الرسم؟ صح، هنستخدم مقياس الرسم عشان مقياس الرسم هو اللي بنحدد بيه ان كل سنتي على الورقه ديت الصغيره ديت بيساوي كام كيلو متر مربع على الطبيعه. يعني محافظه الاقصر الكبيره ديت نرسمها على ورقه صغيره، فلازم نختار ايه؟ مقياس رسم معين عشان نوضح بيه ايه محافظه الاقصر تساوي كام على الطبيعه او على الحقيقه. السؤال رقم 11. صور تتميز بتغطيتها مساحات أكبر ومواقع أكثر من الصور الجوية. احنا ما خدناش غير 2 بس، لا صور جوية لا صور فضائية. اللي بتغطي مساحة أكبر هي الصور الفضائية. طب السؤال رقم 12 بيقول لرسم خرائط العاصمة الإدارية الجديدة يمكن الاستعانة بإيه؟ هل بالصور الجوية؟ كلامه مظبوط. الصور الفضائية لا، دي بعيدة ومش بترسم الخرائط بدقة.
الصور البنيه مش علينا، الصور الشخصيه مش علينا، يبقى احنا هنستخدم الصور ايه؟ الجويه. ولو رجعنا للصور الجويه هنلاقي اللي هي مكتوب فيها تساعد على رسم الخرائط بدقه، او تساعد في رسم خرائط دقيقه. ده بالنسبه للسؤال رقم 12. طب السؤال رقم 13 بيكلمنا على ايه؟ السؤال رقم 13 بيقول شبكة تعد من العناصر الأساسية للخريطة وتستخدم في تحديد مواقع الأماكن أو المكان هي أو موقع المكان هي إيه؟ هل شبكة المثلثات؟ إحنا هنلعب كورة هنا. شبكة خطوط الدول العرض هي دي الصح فعلا. طب ما واحد هيقول لي طب ما في واحدة تانية اسمها شبكة خطوط الطول، بس ركز كده كمل قراءة. شبكة خطوط الطول فقط. لا أنا مش عايز فقط دي، أنا عايز شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. السؤال او النوع الثالث من الاسئله اللي معانا طبعا علامه صح وعلامه خطا امام كل عباره. واحد، الشمال الغربي من الاتجاهات الاصليه. الشمال الغربي من الاتجاهات الاصليه، انا جيت قلت لكم قبل كده ان الشمال الغربي من الاتجاهات الاصليه؟ لا، انا قلت لك ان الشمال والجنوب والشرق والغرب هم الاتجاهات الاصليه، لكن الشمال الغربي ده من الاتجاهات ايه؟ الفرعيه، اللي هو شمال غربي وشمال شرقي، جنوب غربي وجنوب شرقي. تمام؟ يبقى السؤال ده غلط. الصور الجوية يتم تصويرها من أماكن منخفضة من سطح الأرض. الصور الجوية دي بيتم تصويرها من مناطق منخفضة من سطح الأرض. الإجابة صح. اللي من أماكن بعيدة هي الصور الفضائية. الصور الفضائية تلتقط أكبر عدد من مواقع الصور الجوية. كلامهم مظبوط فعلا، عشان بتتصور من مكان بعيد فبتصور مكان أكبر. الخريطة هي رسم لجزء من الأرض أو سطح الأرض باستخدام الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. فعلا احنا حفظنا التعريف ده. السؤال رقم 5، عنوان الخريطة يشير إلى المعلومات الواردة على الخريطة. مظبوط، قلنا إن عنوان الخريطة هو اللي بيشير للمعلومات اللي موجودة جوه الخريطة أو على موضوع الخريطة. يظهر مدلول الالوان والرموز الموجوده على الخريطه في شبكه خطوط الطول ودوائر العرض. غلط، احنا قلنا شبكه خطوط الطول ودوائر العرض بتساعدنا على ايه؟ على تحديد الاماكن والمواقع. خطا. رقم 7، الصور الفضائيه من الادوات التي تستخدم في تحديد الموقع. صح. الصور الجويه تغطي مساحات اكبر من الاماكن والمواقع اكثر من الصور الفضائيه. غلط، قلنا هي الصور الفضائيه اللي بتغطي اكتر من الصور الجويه. تستخدم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد الموقع والمكان. صح. يستفيد قبطان السفينة من الخريطة في تحديد موقعه بالبحر. صح، احنا قلنا ان قبطان السفينة بيستفاد من الخريطة في ان هو بيحدد موقعه في البحر. باقي الأسئلة بتقول ايه؟ باقي الأسئلة بيقول لك السؤال رقم 11، تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية. غلط، الأقمار الصناعية بتستخدم في التقاط الصور يا رب الصور الفضائيه، لكن الصور الجويه تستخدم في ايه؟ الطائرات، اللي هي الطياره هي اللي بتصور الصور الجويه. يبقى السؤال ده غلط. يستخدم مقياس الرسم في تحديد الاتجاهات على الخريطه. غلط، اللي بيحدد الاتجاهات على الخريطه هي ورده البوصله. ورده ايه؟ البوصله. لما قلنا هنا شمال، هنا جنوب، هنا شرق، هنا غرب. تمام. السؤال رقم 14، إذا أردت رسم خريطة تفصيلية لجزء من مصر فإنك تعتمد على الصور الجوية. خريطة تفصيلية يبقى فعلا هي الصور الجوية، عشان الصور الجوية بتعمل خرائط تفصيلية دقيقة. 15، الأقمار الصناعية تلتقط أكبر عدد من المواقع أكتر من الملتقطة بالطائرة. كلامهم صح، السؤال ده صح. ناخد رابع أو خامس نوع معانا من الأسئلة، وهو إن في كلمة غلط اللي هي عليها خط الحمر دي، هنكتب الصح بتاعها في النقط هنا. 1، تساعد الصور الفوتوغرافية السائح في وصول المناطق السياحية. غلط، مش الفوتوغرافية، الصور الجوية. 2، تتخذ دوائر العرض شكلا طوليا. دوائر العرض يا راجل بتاخد شكل طولي، الشكل الطولي بيبقى كده، لكن الدوائر بيبقى كده، يبقى تتاخد شكل ايه؟ شكل دائري. يبقى بدل عمودي دي، بدل عمودي هنكتب ايه؟ هنكتب شكل دائري. يستخدم الجيش الخريطة. الجيش بيستخدم الخريطة في تحديد المواقع السياحية. هو الجيش رايح يلعب، رايح يصيف مثلا، رايح الساحل؟ لا، يبقى مش الجيش. يبقى مين؟ يبقى السائح هو اللي رايح يزور، بيحدد الأماكن ايه؟ السياحية. مكان الجيش ده هنكتب السائح.
اللي هو الأجنبي اللي جاي يزور مصر أو أي دولة أخرى. 4. الصور الفضائية مالها يا عم؟ يتم التقاطها باستخدام الدائرات؟ لا، كلمة الطائرات دي غلط. الصور الفضائية بيتم التقاطها عن طريق ايه؟ الأقمار الصناعية، اللي هي الكلمة المكتوبة فوق دي، الأقمار الصناعية. اكتب ما تشير عليه العبارة. 5 نوع معانا من الأسئلة، احنا بنحب ننوع من الأسئلة عشان الامتحان هينوع من الأسئلة. اكتب ما تشير إليه العبارة، يعني العبارة ديت انا اقرا العباره هنفهم هي بتكلمني على ايه. يعني بيقول لك رسم سطح الارض باستخدام الرموز والالوان. احنا سمعنا ايه قبل كده اللي هي اسمه رسم لشكل الارض او لسطح الارض. عرفنا ان الخريطه هي اللي بتبقى رسم لسطح ايه؟ لسطح الارض. نكتب له الخريطه في النقط دي. 2. صورة يتم التقاطها من الجو باستخدام الطائرات. ايه الصورة اللي بيتم التقاطها من الجو باستخدام الطائرات؟ هي الصور الجوية، بنكتب في النقط دي صور جوية. رقم 3. صورة يتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية. ايه اللي بيتم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية؟ هي الصور الفضائية، هي الصور الفضائية. نكتب هنا الصور الفضائية. معانا برضو نوع تاني من الأسئلة بيقول لك ما العلاقة بين، يعني ايه العلاقة؟ يعني ايه اللي مشترك بين الاتنين دول، الصور الجوية والصور الفضائية؟ اللي هما الاتنين من أدوات تحديد الموقع، هما الاتنين من أدوات تحديد الموقع. طب فسر السبب أهمية رسم وردة البوصلة على الخريطة. احنا ليه لما بنعمل خريطة زي كده بنلاقي فيها وردة البوصلة فوق؟ ليه؟ الأهمية لأنها تحدد لنا الاتجاهات الأصلية والفرعية. طب ما العلاقة بين شبكة خطوط الطول ودوائر العرض؟ إيه العلاقة ما بينهم هما الاتنين؟ العلاقة بينهم هما الاتنين من أدوات تحديد الموقع، ويساعدوا على تحديد الأماكن والمواقع بدقة. طب السؤال رقم 4. حدد سبب واحد لأهمية رسم وردة البوصلة. ليه بنرسم وردة البوصلة؟ حدد لي سبب واحد. بنرسم وردة البوصلة ليه؟ علشان نحدد الاتجاهات الأصلية، سواء كانت شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، أو الاتجاهات الفرعية اللي هي شمال شرقي، شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي. تمام؟ وبكده يكون انتهينا من الدرس بتاعنا. انتظرونا في دروس اخرى، هنحل برضو بعد كل درس وهنشرح بكل تفاصيل، ما تقلقوش. دي مذكرتنا، لو انتوا عايزينها ممكن تكلموني على الرقم اللي موجود في الوصف، وانا تحت امركم. ولو في اي حاجه واقفه مع حضراتكم ممكن تكتبوا في التعليقات وانا ارد على اسئله حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.